لما البحر يقرب من الكورنيش وتلاقي الأساسات بتصدر صوت تحذير. في أيام الحر الشديد، الأمطار المفاجئة وفترات الجفاف بيزيد الضغط على شبكة التصريف. عاوزين تعرفوا الحكاية؟ يلا بينا. أهلا بيكم في حكاية في 3 دقايق. الخوف بيزداد لما المد العالي يجي والرياح تكون قوية، فده كده بيأثر على البيوت القديمة والطرق وعلى الكورنيش، وبيخلي السكان يحسوا إن في حاجة لازم تتعمل بسرعة وبروح المجتمع. كمان الأمواج العالية خطر على المباني القريبة من الشاطئ وتزيد من مخاطر التآكل. النهاردة موضوعنا مهم ومباشر: تغير المناخ وليه صدى واضح في شوارعنا الساحلية في صيف الإسكندرية. هنتكلم بشكل واقعي عن تأثيرات ملموسة ونعمل خطوات عملية. هنستعرض قصص من الأحياء القريبة ونشرح المصطلحات ببساطة عشان الكل يفهم، وناخد أمثلة من يوميات الناس على الكورنيش. المراعي البحرية تتغير بسبب الأمواج والملوحة، والزيادات في منسوب البحر بتغير شكل الشاطئ ومصدر غذائنا القريب. الفكرة هي ربط الفكرة بالحياة اليومية في الإسكندرية. إزاي التغيرات دي بتأثر على صيد الأسماك والمطاعم البحرية؟ وهل هيتغير استخدامنا للأطعمة البحرية؟ وإزاي نلاقي حلول محلية بسيطة لضمان استمرار المصادر الغذائية مع تقليل الأثر على البحر؟ طيب نعمل إيه؟ تعالوا أقول لكم. فحص التهوية، إغلاق فتحات عند العواصف، وتخزين أساسي لمدة 3 أيام. أضفنا أمثلة عملية: مصابيح طوارئ، بطاريات إضافية، وماء شرب احتياطي في مكان آمن، وتخطيط بسيط لترتيب المستندات الهامة في مكان قريب وواضح الوصول، وتوزيع الأحمال الكهربائية بشكل آمن. توعية الجيران، نشر تقارير موثوقة بشكل مبسط، وتنظيم حملات تنظيف للشواطئ. إضافة خطوات بسيطة لتنظيم جروب محلي للجيران لمتابعة أخبار الطقس والكوارث، وتحديد أدوار بسيطة: مشوف يتابع التقرير كل صباح وميتابع الإصلاحات في البيوت. التفاعل المستمر مع الأخبار من مصادر موثوقة، والتأكد من صحة المعلومة قبل ما نصدقها. إضافة نصائح للتحقق السريع من المصادر، وتبيان الفرق بين الشائعات والمعلومات الصحيحة عبر توجيهات عملية للمجتمع. التزم بالخطة، تابع المصادر، وشارك المجتمع، لأن الوعي أقوى سلاح للوقاية. السؤال هنا: إيه أكتر شيء بتخاف منه في الصيف؟ وإزاي ممكن نساعد بعض فيه؟ كنت معاكم نور. حكاية في 3 دقايق.